إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قوارب النجاة ثلاثة: إيمان وفهم وعمل. حياتنا قصيرة ولو طالت، بل هي أقصر من أن نقصرها، ولكل أجل كتاب. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. كلنا في أمس الحاجة إلى استعمال قوارب النجاة، لأن دار القرار يبدأ من الموت، والموت ليس نهاية. الموت حياة، ولكن هي حياة أبدية. فالموت ليست نهاية، بل هي انتقال من وجود إلى وجود، انتقال من وجود زائل الدنيا إلى وجود دائم دار القرار. فكلنا مطالبون بالتزام قوارب النجاة. أولى هذه القوارب الإيمان. لا نجاة بلا إيمان. ربنا يقول في آية الكرسي 255 من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بداية الآية واضح، لا مجال للشك والريب، لا مجال للشرك والكفر والطغيان. الله لا إله إلا هو، هذا الذي جاءت به النبوات والرسالات، وهو الأصل الأصيل الذي اجتمع عليه جميع الأنبياء، لقوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآية التي تلي آية الكرسي الآية 256 من سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت هكذا بملء الفم. فاللغة العربية من مقرراتها أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إيمان عميق يوثق الصلة بين العبد وربه، ويجعله يسير في طريق السلامة وفي طريق النجاة.
الفلاسفة عبر الزمان وفي كل مكان معظمهم ضاعوا. لمن لم يستمع إلى صوت الوحي. الفلاسفة حاباهم الله بعقول كبيرة، ولكن هناك أسئلة محيرة لا تجيب عنها الفلسفة مهما ارتقت وعلت وتعمقت، ولكن يجيب عنها الوحي. إيليا أبو ماضي من كبار شعراء الدنيا هو ممن نحى هذا النحو، ضاعت به السبل، فقال في طلاسمه: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود لست أدري، إلى أن يقول: ولماذا لست أدري؟ قال: لست أدري. الوحي يعرفنا بالله، بخالق الكون. ربنا قال في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآية 36 من سورة ياسين ربنا يقول: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، لاستمرار أنواع الكائنات لكي لا تنقرض. بث الله الزوجية في جميع الكائنات، في جميع العوالم، ما نعلم وما لا نعلم، بدليل الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. قوارب النجاة ثلاثة: إيمان وفهم وعمل. الفهم أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام هي نعمة الفهم، بدليل قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 79: ففهمناها سليمان. الفهم الذي يقود صاحبه إلى معرفة رب الأكوان، الفهم الذي يقود صاحبه بشريعة الله التي تضبط حركة حياته، كما قال القرآن في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الفهم الذي يعلمنا كيف نتعايش، كيف نتناغم، كيف نزرع المحبة والوئام في قلوبنا، كيف نتعاون على طاعة الله. وقدر الله أن المؤمنين كما يتعاونون في دار الدنيا على الطاعات والقربات والباقيات الصالحات سيدخلهم جميعا الجنة زمرا أي جماعات، لقوله تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا الفهم الذي يجعلنا نحقق سعادتنا في دار الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية في الآخرة، الذي يجعلنا ندرك سر وجودنا فلا نضيع،
الذي يجعلنا نشعر بأهمية الاستخلاف، ونحن مستخلفون فوق الأرض لنعمر هذه الأرض. ثم يأتي القارب الثالث الأخير وهو العمل. العمل، أمرنا بالعمل لنعمر الدنيا ونعمر الآخرة. نعمر الدنيا بهممنا التي تنتشر في هذه الأرض. هناك من تنتشر هممه إلى المجال الفلاحي والزراعي، وهذا أمر مهم، لأن الأمن الغذائي شرط أساس في تحقيق وجود الإنسان الفعال في هذه الحياة. الأمن الغذائي، بعض الهمم تنصرف إلى المجال الفلاحي، والبعض الآخر إلى المجال الصناعي والمجال التجاري ومجال العمران. تنتشر الهمم، فكل ميسر لما خلق له. ثم أمرنا الله أن نتعاون كما في سورة المائدة الآية الثانية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. العمل، نعمر الدنيا بما نستطيع، وحياتنا قصيرة ولو طالت، لا بد أن نحسن استثمار الزمن، لأن الوقت هو الحياة. ونعمر الآخرة بالطاعات والقربات، وعلى رأسها الصلاة. ربنا قال في سورة التوبة الآية 103: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة التي ترافقنا ونرافقها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى الموت. الصلاة لا عذر لأي منا، من لم يتب فليسارع إلى التوبة قبل مجيء هذا الشهر الفضيل الذي نستقبله قريبا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالصلاة صلة بين العبد وربه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك سائر العبادات. الزكاة، قال ربنا في سورة المعارج في الآيتين 24-25: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي سورة الذاريات الآية 19: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. تنصرف هذه الزكوات من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي بين الناس، من أجل معالجة أمراض القلوب وأمراض النفوس، واستئصال الأحقاد والضغائن من قلوب الفقراء والمحتاجين تجاه الأغنياء الذين أمروا شرعا في سورة الحديد الآية 7: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وعلمنا الله بأن هذه الأرض وهذه السماوات كلها إلى زوال، لقوله تعالى في السورة نفسها سورة الحديد الآية 10: ولله ميراث السماوات والأرض. وأمرنا القرآن أيضا بالزكاة تنقية لقلوبنا في سورة النساء الآية 103: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. ويأتي الصيام أيضا مدرسة بجميع المقاييس بجميع الموازين في سورة البقرة الآية 185: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تلك الطاعات والقربات كلها زاد لنا نؤديه في الدنيا، نحققه في الدنيا لينفعنا في دار القرار. وقد قال ربنا عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، سورة الكهف الآية الأخيرة 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتأكد هذا المعنى في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
والعمل ثم العمل ثم العمل. في سورة التوبة الآية 105 ربنا يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لصيام أيامه وقيام لياليه. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع وباء كورونا وسائر الأوبئة عن البشرية قاطبة. اللهم استرنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي يرفع قدرك شيخ. استووا واستقيموا رحمكم الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.